انا ما عرفتش علاش ما انسحبوش. وقع نفس السيناريو، ما عرفتش علاش ما انسحبوش. كأس عالم يفضح ازدواجية المعايير ما بين كأس افريقيا. لما وقع في كأس افريقيا حتى شي واحد ما كيحتج، حتى شي واحد ما كيهضر، حتى شي واحد ما كينسحب. والله ما كنآمن بهذا الشيء كاع، ولكن راه ما يمكنش لي هذا الشيء مشيت الشرفه. السينيغال غتنسحب. باي باي السينيغال. السلام عليكم. هانتوما بكل حيادية، كأس عالم يفضح ازدواجية المعايير ما بين كأس افريقيا واكبر حدث كروي عالمي اللي هو كأس العالم. علاش؟ لانه كيوقعوا سيناريوهات مشابهه لما وقع في كأس افريقيا. حتى شي واحد ما كيحتج، حتى شي واحد ما كيهضر، حتى شي واحد ما كينسحب. بقاو في التيران صفر بلانتي في الدقيقه 119. ما كاين لا خلط السياسه بالرياضه، لا بلجيكا عندهم القجع، لا الفيفا كتوقف مع بلجيكا، لا حتى شي حاجه. في المغرب نظم كأس افريقيا ونظر الاعلاميين المسعورين منين تبدا المنافسه هما كيعتبروا بانك مساند من طرف الكاف، وعندك القجع يتحكم في دواليب الامور، ويشحنوا الشعب ويشحنوا المشجعين ويكرهوا قاره كامله في بلد كرويا ما بين قوسين. وفي اخر المطاف يجرؤون على انهم يخرجوا من تيران اكثر من ربع ساعه. علاش؟ لانه الحكم رجع للفار وقرر بانه هناك ضربه جزاء. هاد ازدواجية المعايير كتبين اولا واخيرا كما قلنا قبل الضعف ديال الكاف. الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم ملي كتجي شي ازمه ما كيقدروش يتحكموا في الامور. وعندنا المثال واضح ديال مباراه الوداد البيضاوي مع الترجي التونسي اللي تعطات فيه كاس لفريق الترجي وسط ازمه اللي هي كبيره. كان على الاقل خاصها حل، لانه ما يمكنش تجي تقول لي انا الفار خاسر وتحيد لي بيت وتقول لي لا راه علمنا اللعاب. هادشي ما كيكونش بحال هكا. اذا انا كنظن بان هادشي اللي طرا اليوم ما كنبغيش انا نخلط الامور ونقول لك العداله الالهيه ولا اي حاجه. هادشي كيبين ان واحد الناس كيوليو صغيورين بزاف ملي كيكون القانون يطبق بحذافيره وملي كتكون الجهه المنظمه قويه. وهنا كنهضر على الفيفا، ما كنهضرش على الامريكان والمغرب، انا كنهضر على الفيفا مع الكاف. فهنيئا المنتخب البلجيكي وهارد لك المنتخب السنغالي، ونلتقي في كاس افريقيا اخرى. وربما الناس اللي قالوا بانه الوصول الى نصف نهائي كاس العالم ماشي شي حاجه كثيره، هانتوما لعبتوا المونديال خسرتوا فيه 3 ديال الماتشات وربحتوا ماتش واحد ضد منتخبين كان مقصيا وكان ضعيفا جدا. يلا والله ما كنآمن بهذا الشيء كاع، ولكن راه ما يمكنش لي هذا الشيء مشيت الشرفه. المغاربه شرفه يا خويا، ما تلعبش معانا داك الناس. حق ربي لا كانوا غيتو الخوات ونخرجوا الساحه بالروجو كاع ستي كونسيستنت. راك كنتي غتنسحب خصك تنسحب ديما، خاصك نسحبها معانا حنا. القى نخرجوا نحتفلوا. انا ما عرفتش علاش ما انسحبوش. وقع نفس السيناريو، ما عرفتش علاش ما انسحبوش. يعني لو حدا قال قبل بفترة انه اللي صار مع السنغال بنهائي بطولة افريقيا رح يتكرر بنهائي بكأس العالم، يمكن حيصدق. ركلة جزاء باللحظات الأخيرة، نفس ركلة جزاء اللي حصلوا عليها المغرب باللحظات الأخيرة وانسحبوا من بعضها السنغال. بس هيدا كأس العالم ما فيهم ينسحبوا. ما مصدق حياة الله ما مصدق اللي صار. يوه مين داعي عليهم؟ يا لقسوة كرة القدم. السنغال تقدموا 2-0 وبلجيكا قلبت الطاولة عليهم 3 مرات، مرتين منهم كان بوقت قاتل.
عاجل مدرب السنغال يطلب الانسحاب من المباراة قبل صفارة الحكم بسبب ضربة الجزاء الغير صحيحة لبلجيكا. يا الركب فضيحة، خلتنا فضيحة. يا الركب فضيحة، افريقيا كاملة خليتها فضيحة. الله يهلكك، كنت رابح 2 بليش، دقيقة 85 رابح 2 بليش. شوفوا الوقت، دقيقة 85 رابح 2 بليش. اتكمل 90 دقيقة متعادل 2-2. في الدقيقة 119 تعطيهم ضربة جزاء. لو انت ماشي ضربة جزاء، ضربة الحظ تعطي فيهم في ضربة جزاء، علاش؟ هي الركب فضيحة. قعدت انت فضيحة، خليتونا فضيحة، وكساديو ماني يتفرج. يا الركب فضيحة، قعدنا كان هذا ماتش تو، هذا من السذاجة كروية. كنت رابح وخليتهم يرجعوا في المباراة ومشيت معاهم أشواط إضافية وتعطيهم ضربة جزاء قبل ما توصلوا لضربات الجزاء. في الدقيقة 119 و30 ثانية تعطي ضربة جزاء البلجيكية وتسجلها 3-2. بلجيكا تعمل ريمونتادا خيالية على السنغال. كنا شايفين السنغال مترشحة، المعلق يتكلم السنغال مترشحة، وبعد الريمونتادا خيالية، ضربة جزاء في آخر دقيقة والهدف الثالث لبلجيكا. 3-2 لبلجيكا وتترشح بلجيكا. سيناريو غير عادي والسنغال باي باي. سذاجة كروية إفريقية كالعادة نشوفها مرة أخرى. نفس الكلمة اللي قالها حاتم طرابلسي، سذاجة السنغال خلت الماتش يضيع ما بين يديهم اليوم. Pape Thiaw, penalty, dernière minute, temps additionnel, et il n'a pas quitté le terrain. C'est l'éducation des Marocains. Quand c'est un Marocain qui refait ton éducation, tu deviens un homme. On crée les hommes. Voilà. Même quand tu arrives et tu n'es pas les hommes, tu deviens les hommes. Anyway, bon route les Sénégalais. Belgique rec. يمهل ولا يهمل. مع احترامي لكاع الاصدقاء السنغاليين اللي عندي، داكشي اللي دار المنتخب ديالكم في لاكان وخاصه المدرب ديال خرجوه، علاش؟ حيت عطاهم بيلانتي في الدقيقه 90. حساب ليكم تقصاو في كاس العالم ببيلانتي في الدقيقه ماشي 90 من الدقيقه الاخرى ديال الماتش. شي المدرب ديال السنغال والله الا صدق عيان وحق الله العظيم، عرفتي كانت عنده واحد المناوره تكتيكيه ممكن يديرها من مورا ما تقلب عليه الماتش، ولكن ما عرفتش علاش ما استغلاش وما دارهاش. انا بعدا بلاصتو عرفتي راه باينه وكلكم غتعرفوها. كان ينسحب اصاحبي، كان ينسحب. اتس نوت فير انا نشد الماتش كامل والتل 86 وانا شاد الماتش وقريب الماركي الثالث وبلجيكا مسيطر عليها ومحيد عليها الخطوره وما داير حتى شي حاجه، وتجي تعادل معايا في 3 دقائق. راه ماشي معقول بحال كي كان وقع عليه ضد المغرب. ماشي معقول تعطي بيلانتي للمغرب في الدقيقه 94 هو ينسحب وهو يدير البطوله ديك الساعه، عاد عاودت حيدت عليه المحكمه. كون ينسحب عاوتاني نقول لهم اجيو الدراري نمشيو بحالنا، يقول لهم عودوا الى السنغال لا نريد شيئا. ما عرفتش ما دارهاش والله العظيم. اشهد الريمونتادا دارت بلجيكا على السنغال. انا كنت كنتفرج تقريبا ثالث شوط ثاني، كنت كنقول صافي ما بقيتش نتفرج، راه السنغال رابحين. ونرجعوا نشوف لي ستاتستيك لقيتهم تقلبوا عليهم. المهم حنا معاكم بلجيكا وتندعيو معاكم من القلب. السنغال غتنسحب. المهم شوفوا معنا كيفاش السنغال غتنسحب. تيقينيش الاخوان، عندي اصول انايا بلجيكيه وهذا. عاد واقع جينا عيط لماما، قلت لماما صيفط لي الشجره ديال العائله ديالنا، رسمت هذه زعما صيفطات هذه، انا نحطها لكم هنايا. هذه شجره العائله ديالنا، هذه شجره العائله ديالنا، انا نكبرها لكم. هي شوفوا الاصول منين كاينه. بلجيكا تما ما كايناش، كاينه سويسرا تماك ولا ما كايناش، كاينه استراليا تماك ولا ما كايناش. كتبت عليكم رسمت بيدي تيختوني. السنغال بلجيكا كما كتعرفوا نعيش في بلجيكا، ولكن السنغال سلميين افارقه بحالنا، حشومه نجيو حتى لاخر لحظه ونخويو خوت البلجيكيين. هذا اللي ديابو. برا يلا نسحبوا الله ينعل. خشي في الشبكه، خشي في الشبكه، خشي. شو معايا بيلانتي، شو باي باي الطياره. علاش بوكم ما نسحبتوش؟ وكون سحبت
انسحبتو؟ علاش ما انسحبتوش؟ اختي الريمونتادا تبقى في التاريخ ديال بلجيكا، الله يعز بلجيكا اختي. على حال الكرة السنغالية والله. الكرة الأفريقية حزين على الكرة الأفريقية. وليا سينيغال برا، سينيغال برا، سينيغال برا. فاموس هدف قاتل من منتخب بلجيكا عن طريق ركلة. عودوا الى السينيغال. وعلى فرحة وعلى فرحة وعلى سيناريو. يلا خرجوا دابا، خرجوا من التيران، خرجوا من التيران، حبسوا الماتش، خرجوا من التيران. لقيتوها فينا حنا دراوش. ديروها دابا بكاس العالم. عودوا الى السنغال او عودوا الى الجزائر، عودوا الى مناصريكم الذي اعطوكم البيعه. عودوا الى الجزائر. انهاء مسيره السنغال لكاس العالم امريكا 2026 رسميا. Welcome back to the show. We are